المساحة نفس المساحة بالظبط، لأن إحنا ما ينفعش نعمل حاجة على الشعر بتاعنا طبيعي، ناخد المقاس مظبوط عشان نجيب نفس المواصفات بالظبط في الشعراية. وبعدين الشعراية بتبقى نفس الملمس. بعد كده اللزق الطبي الشفاف ده ما بيسمحش إن بيسمح بدخول المية، بيسمح بدخول الهواء، كل العوامل الطبيعية بتوصل لجلدك عشان ناحية صحية. يعني ناحية تبقى صحية جدا. بعد كده بركب برفع كده نلاقي الناس بتاعك مظبوط. ده الضغط الفيس اللي احنا فيه ده ما بيديش تأثير سلبي خالص على الجلد، مش مضرة جدا، صحية في نفس الوقت قوية جدا، مفيش أي أضرار على الجلد، في نفس الوقت قوية جدا بحيث إن العميل أو الجسم يمارس حياته بشكل طبيعي جدا. ينزل البسين، ينزل البحر ديت إن احنا ما نكترش بحيث إن اللزق ما يطلعش على الشعر ويضايق في اللزق. زي ما احنا شايفين اللزق انسيابية جامدة، شفاف جدا. بيأثر الشرايح كده زي ما احنا شايفين الشرايح بحيث ان يديها هناك مع الجسم. على الشمال واليمين شعر طبيعي 100%، حتى فروة الراس باينة. طبعا الموديل اللي هو عاوز العميل طبعا بيطلع نفس المواصفات بتاعته بالظبط ونفس التسريحة، وبعدين احنا بنعمل فيه المناسب بحيث ان يجي اكتر من زاوية. كده نشوف الكشافة. لا انا ما بخفش خالص. لا انت مخفش خالص، انا شايف عادي جدا. مش محتاجين نتصرف مش ولا حاجة. تمام. الفينش زي ما احنا شايفين. كده بسيط الراحة الشعر، المسامات بتاع الشعر نفسها ده. طبعا اي تسريح هتمشي معاه، مفيش اي مشكلة، اي ستايل اللي هو عاوزه تمشي معاه. تحط كريم، تحط جيب، الموضوع سهل جدا وبسيط. عاوزين ناخد رأيك بقى في زحمة كده، ايه رأيك في الموضوع وايه رأيك في اللي اتعمل؟ موضوع جميل جدا. البداية لما جيت علشان خاطر اعمل الموضوع ده كان عندي انطباع اصلا الموضوع مش هيبقى حلو عليا خالص. انا ما كنتش متخيل ان بعد ان شاء الله ان الموضوع ده يخلص عليه بالجمال ده.